طلب من جماهير الاهلي والزمالك، من مرتضى منصور بالتحديد ومن كل مسؤول في الاهلي والزمالك. يا جماعه، زملكاويه مكلمني واهلاويه مكلمني، اتكلم في الموضوع ده لو سمحت يا سياده المستشار. ممكن بقى ما تتكلمش الايام الجايه دي في لقاء الاهلي والزمالك وفي الحكام وهننسحب وما هننسحبش وهنعمل مؤتمر وما هنعملش. نفسنا كجماهير كره مصريه بشكل عام نشوفوا مباراه بقى حلوه، نشوفوا مباراه زي مباراه 4-3 في الدقه في الكاس زمان بتاعت الاهلي والزمالك، نشوفوا مباراه زي مباريات 3-3 اللي كان حسام حسن ماسك فيها الزمالك. نفسنا نشوفوا مباراه تليق بالكره المصريه. المباراه لا فرق لا مع الاهلي ولا مع الزمالك. هتقول لي الاهلي لو فاز هياخد الدوري، هقول لك حتى لو ما فازش هياخد الدوري المباراه اللي بعدها. هتقول لي الزمالك المباراه تهمه عشان يحافظ على المركز الثالث، هقول لك ثالث ورابع المركزين زي بعض بالظبط، سواء خسر وبقى رابع سواء فاز واستمر ثالث، مش هتفرق الثالث زي الرابع. عاوزين بقى نفسنا نشوف مباراه زي مباراه 4-3 في الكاس بتاعت زمان، عاوزين نشوف مباراه زي مباراه ايام ما كان حسام حسن ماسك الزمالك 3-3، كانت بتبقى المباريات رائعه بين الاهلي والزمالك. نفسنا المباراه دي تكون عرض للكره المصريه، العالم العربي يشوفنا يا جماعه. دلوقتي الدوري السعودي بنشوف مبارياته عامله ازاي، الدوري المغربي بنشوف مبارياته مولعه ازاي، والمصريين والعرب بقوا مهتمين يشوفوا الدوريات ديت من حلاوتها. الدوريات دي بتسحب البساط من الدوري المصري ومن الكره المصريه بسبب المهاترات اللي احنا بنبقوا فيها قبل كل ماتش قمه. الحكام وعاوزين حكام اجانب وحكام مصري. قسما بالله لو الزمالك دفع دولار عشان يجيب حكم اجنبي يبقى اهدار مال عام. مباراه لا تعني اي شيء لك خالص، لا هتاخد منها بطوله ولا هتخلي مركزك مثلا بقيت ثالث بدل رابع هتلعب في دوري الابطال بدل الكونفدراليه ولا اي حاجه. من فضلك يا مرتضى منصور ما تدخلناش كجماهير اهلي وزمالك في مهاترات قبل المباراه. انت حمس لاعيبتك ان عاوزين نشوف مباراه حلوه، والاهلي يحمس لاعيبته. الاهلي جاهز وعنده كتيبته وعنده قوته الكامله، والزمالك اخر 3 مباريات بيأدوا كره حلوه امام المقاولين 6، وشفنا اما الماتش العوده امام فيوتشر بعد الهزيمه 2-0 رغم اللي جنش عمله، لكن عوده كبيره جدا وتحسب للزمالك. فنشوفوا بقى مباراه تليق بالكره المصريه بدون اي ضغوط، لا الاهلي عليه ضغوط ولا الزمالك عليها ضغوط. الجماهير نفسها تتشرف بيكم، الجماهير الجاليات العربيه بره نفسها وهي بتسمع الماتش تلاقي نتيجه 3-3، تلاقي 3-2، تلاقي 5-4، تلاقي ماتش حلو عشان تقول كورتنا المصريه. انما نلاقوا عركات من قبل الماتش ونلاقوا تفاهات ونلاقوا هيافات ونيجوا في الماتش نلاقوه ماتش عقيم ومفيش كوره فيه خالص، هتبقى فضيحه للكره المصريه. الامن قال لك 3000 و3000، يعني كان نفسنا يبقى العدد اكبر. كل ما الجماهير تكون ماليه الملعب يا جماعه بتبقى سمعه مصر في السماء، بيبقى شكلنا حلو كدوله. وكمان اللعيبه رجاء، المباراه ملهاش اي اهميه، تعتبر مباراه وديه، ولكن عاوزين نشوفوا مباراه حلوه منكم في الملعب. كل لاعب يظهر نفسه بافضل شكل ككوره. نفسنا نشوفوا كوره زي ما بنشوفوا الدوريات العربيه، وتاني وتالت وعاشر. لو ما لعبناش كوره حلوه ولو وضع الكوره في مصر ما تحسنش، الدوريات العربيه هتسحب خلاص. السعوديه يعتبر كل سنه وانتم طيبين سحب خلاص البساط من الكل، والدوري المغربي في عالم ياما بتشوفه يا جماعه. منزل لكم انا برضو مع الفيديو ده القناه اللي هتنقل قبل نهائي كاس الملك الوداد والرجاء. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.